معشوق الزملكاوي، انا جاي لك النهارده في ضربه الجزاء الذي هزت عرش مصر. احنا في ضربه الجزاء اللي جاء خبراء من اوروبا واسبانيا كل خبراء العالم الكلام ضربه الجزاء بتاعت الاهلي. ما حدش فاهم اشمعنى ضربه الجزاء دي اللي اتصرف في التحليل على ضربه الجزاء دي اكتر من اللي بياخده بطل الدوري. اعلامنا لازم تيكي 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 تربى تيكي، انت فاهم؟ دلع يا باشا. كابتن ابراهيم فايق جاب اتنين وجاب اتنين من هنا وواحد من اسبانيا وعلى السكاي بيفتح مش عارف. لو سمحت احنا عندنا ضربه جزاء مشكوك في امرها نهائي. لا واحد يقول لك ضربه، واحد يقول لك مش ضربه، وتجيب مش عارف اوسكار بتاع اللجنه نجيبه على كابتن ابراهيم عبد الجواد يطلع يقول لك لا دي ايده عامله كده. ايه يا جدعان ده بلانتي يعني عادي جدا. ده الزمالك طالع عن امه. ده احنا لو نعمل كده هنصرف فلوس اما بعدها فلوس مش مستاهله خالص. وبعدين الاهلي الفتره اللي جايه دي عشان برضه تصحى معايا ايه شويه تفاصيل كده اقولها لك. الاهلي الفتره الجايه دي اعلانات يا باشا. يعني تصحى في التلفزيون كده تفتح تلاقي الاهلي اعلان على ام بي سي، اعلان مش عارف على دي ام سي، كله كل حاجه اخرها السي هتلاقي فيها اعلان. اسمع مني هم لازم يحمسوه. يلا يا عادل هو بيشجع الاهلي والاهلي لازم يتشجع بكده. عشان ايه؟ عشان المعلن. هجيبك بقى في التركايه. ليه الكابتن سيد متصدر المشهد دلوقتي؟ اجابتك في هديك انا الاجابه عشان انا واخد بالك انت عندي نظره بعيده شويه والزمالكاويه عندهم نظره بعيده شويه. الاهلاويه عندهم نظره مفيش خالص، هم ماشيين ورا اي حاجه ما عندهمش مشكله يلا شمال يلا مفيش اي نو بروبلم. لا يوجد مشاكل. واخد بالك انت ليه الكابتن سيد متصدر المشهد؟ هقول لك. في الفتره الاخيره مجلس اداره النادي الاهلي عمل كل الموبقات اللي في الكوره واللي بره الكوره. جاب صفقات اعلانيه، هقولها مليون صفقات اعلانيه بتاعت اعلانات مش بتاعت كوره. يعني انت مش عايزها كوره. وهنتكلم برضه عن معلن بس خلينا ناخد ايه تريكايه تريكايه. فالكابتن سيد متصدر ليه المشهد عشان السبوتات تروح من هنا من مجلس الاداره اللي هو عمل كل حاجه بايظه في الكوره. هوب الكابتن سيد. ليه بقى؟ وليه الكابتن سيد؟ عشان عنده رصيد عند جمهور الاهلي. ليه؟ بيعرف يطلع يشتم، بيشتم الحكم عادي، بيعمل كل ما عندوش مشكله. فالاهلي بيحب التركايه دي. الاهلي لما الدنيا تتزنق معاه يحب يطلع يشتم في يعني في شتم في لعيبته، يطلع يشتم في التحكيم في اتحاد الكوره، يطلع يشتم في المنظومه الدوليه بتاعت الفيفا. ما عندوش مشكله. هو بلانتي لازم يتلغى عليه، انفنتينو ده لازم يمشي. لا لازم يمشي، هو السبب في ضربه الجزاء. فالنادي الاهلي ده يعني ده مبدا عنده لما بيلوش جامد. فاحنا لازم نطلع مين؟ الكابتن سيد. الكابتن سيد عنده رصيد. فالجمهور راح قال يلا يا بطل عاش يا وحش جامد. واحد جاي طالع لك صوره بيقول لك ايه لو عاوز تاخد مش عارف مين وتتجوز خد الكابتن سيد. ده اتطرد وربنا اتطرد. يعني انت ما شفتش الفيديو ده هو اتطرد. انت يعني ده غلط اقسم بالله. العقليه الاهلاويه تدرس. لازم يتعمل على المخ الاهلاوي، لازم يتعمل عليه دراسه. لان هو عنده اتنين عكس بعض. يعني هو عارف انت مفيش واحد كده وواحد كده واخد بالك وتخش كده تلاقيه جاي لك من هنا ما عندوش مشكله خالص. فالكابتن سيد ده هنرجع تاني متصدر المشهد ليه؟ عشان ياخد ايه؟ الضرب. فالجماهير تاخد ايه؟ جنب يقول لك لا يا باشا مجلس الاداره ما غلطش. مجلس الاداره جاب لعيبه محتاجينها في مجلس الاداره ما لا مش عارف ايه ايه الحبلس. تنسى مجلس الاداره وتروح جاي داخل على ايه بقى؟ على ايه بقى ايه؟ على الكابتن سيد وحقنا واحنا عايزين حقنا وبنطالب بحقنا وما ينفعش ايه. تخش في قصه ثانيه خالص. تخش في حكايه ثانيه تنسى بقى انت كاهلاوي. اسمع مين هم كمان بينسوا. ما عندهم بينسوا واحنا سمك بيتعامل سمك بينسوا كل 24 ثانيه. فتخش انت بقى ايه تنجرف كاهلاوي ناحيه اللي خلاص يا باشا لا انا عاوز حقي وانا بتظلم. بتتظلم وحاجه و90 بطوله الدوري إيه؟ يعني ازاي يا باشا بالله عليك؟ بالراحه على المنطق. انت يعني هربت المنطق. مسكت المنطق اديته علقه. الاهلي بجد يا جماعه دونت ميكس. انا بتعب نفسيا انا بتفرج على واحد اهلاوي جاي بسمع له اللي هو ضربه بس مش قصده. ازاي؟ طب يعني بالله عليك يعني عادي عادي. يعني انت مثلا ضربه الجزاء ربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل. الماتش اللي بعده بتاعت سموحه كابتن امام هوب قال لك كله طلع قال لك بلانتي. فين الاهلاويه؟ طب هو الاهلي ليه ما طلعش شاف التصريح بتاع الفار؟ سموحه بقى من حقه بقى. من حقه سموحه يروح كرسي ده هيتكسر. من حقه سموحه يروح يشوف التصريح بتاع اشمعنى يا باشا يمكن قال له بلانتي ما برضه من حقه. فسموحه من حقه تمام. دي قصه ايه؟ كابتن سيد. قصه الاعلانات هتلاقي الفتره الجايه زي ما قلت لك اعلانات كتير قوي هنا وهنا وهنا ويلا يا اهلي يلا. ليه؟ عشان المعلن. هقول لك حاجه ما حدش هيقولها لك غير العبد لله. المعلن او الاعلانات 50% ان انت تكسب بيها الدوري. يا عم ما اسمع مني. 50% من اللي عايزه المعلن هو اللي بيكسبه الدوري. ليه يا باشا؟
ما انت لما بتكسب دوري الناس بتفرح، بتشتري مش عارف ايه المنتجات، مش عارف ايه هنا محطوط ايه، وهنا في الكتف ايه، وهنا في الظهر ايه، وهنا في الجنب ايه، فالناس بتشتري ايه المنتجات اللي محطوطه على التيشيرتات اللي بطل الدوري ومش بطل الدوري. فالمعلن بيتحكم في 50% من اتجاه الدوري، وال 50% التانيين دول بقى ايه اجتهادك، واخد بالك ربنا بيكرمك بس. واحنا كلنا عارفين المعلن بيصرف اكتر حاجه على مين. انا ما اصلي على النبي يا عم نجيبها بالمنطق، انت دخلت يا باشا على اتنين واخد بالك مروق الراجل ده ومدلعه، ملبسه فاهم، مديله كل حاجه في الدنيا، دلع ومروق عليه جامد، فانت عاوزه ينجح، والتاني ده رحت جاي مرضيه، فاللي انت مرضيه خد يا عم دي، خد يا عم، لكن التاني ده انت مهننه ومدلعه ومديله مليارات وضيعها كلها ومحدش قال له وديت فلوس. انا هموت واعرف ليه محدش بيقول للاهلي انت وديت فلوسك فين. يا جماعه الاهلي بيدفع لثلاث مدربين، الاهلي مش عارف عنده حاجه و11 ولا 12 لعيب اجنبي بيدفع لهم في وقت واحد. يا جدعان ازاي الاهلي مش عارف يمشي توربه ده بسبب ان هو لو مشاه هيدي له عقده 6 مليون دولار. لو مشى الاهلي مشى دلوقتي تورب ده هيودي له 6 مليون دولار. فلازم بص برضه حط دي في دماغك، لازم تورب ده يلعب، تورب اسمه غريب، لازم يلعب ماتش واحد في بدايه الدوري. ليه بقى؟ عشان ياخد 3 شهور بس من عقده، اللي هو مبلغ على فكره. تمام. قبل منه مدرب مين برضه خد فلوسه، قبل منه مش عارف مساعد مين خد فلوس، مين يا جدعان اللي بيحاسب الناس دي؟ يا جماعه ده يعني ده نادي دوله، مش نادي خاص، مش بتاع حد. فاحنا لازم نفهم برضو، وانا محتاج افهم الناس دي يعني ازاي بتمشيها كده. ازاي بروح اجيب لعيب شبه كاموش ده كده وادي له مثلا مليون ولا 2 مليون، يا عم نص مليون يا عم، مبلغ برضه، وما بيعرفش يلعب كوره. ده انا وانت بنعرف نلعب والله العظيم ثلاثه، احنا لو نزلنا هنجيب اجوان. ده كاموش ده مصيبه، ده كاموش ده لازم يتحط كده برواز، ده مصيبه سودة. كاموش ده ده يفك حظر اللي علينا ال 14 قضيه اللي عندنا لوحده. يا جدعان مين بيركز مع الناس دي يا جدعان بجد؟ اشمعنى الزمالك لما بيجيب مثلا لعيب من هنا ولا من هنا ولا من هنا الدنيا بتتشال وبتتحط من عليه؟ اشمعنى برضه الزمالك؟ عايز افهم برضه التركيه دي، اشمعنى انا يا عم؟ يا عم ده انا عليا 14 حظر، ما حدش قال لي خد دي بس، يعني دلع نفسك. مفيش خالص، هتفضل كده وحلها مع حالك، مفيش. لكن الناحيه الثانيه دعم يا باشا، سبورت، ادفع فلوس هنا ادفع فلوس هنا، واخد بالك انت؟ فكده كتير، فانا محتاج كحسن افهم التركايه دي. تمام. نخش بقى على الدكر بتاع اتحاد الكوره. بصراحه انا مبسوط من اتحاد الكوره، مش عشان حاجه والله العظيم، بس عشان انا بحب الحق. والله يا جدعان الزملكاوي ما عنده مشكله خالص في الدنيا دي كلها كده انه عاوز حقه بس. والله العظيم ثلاثة، أنا بقول لك لو في ضربة جزاء عليا يا عم احسبها، والله العظيم ما عندي مشكلة. لو في ضربة جزاء ليا اديها، والله العظيم أنا ما عندي مشكلة بيراميدز ياخد الدوري، ما عنديش مشكلة المقاولين ياخد الدوري، ما عنديش مشكلة أي حد عادي، أنا ما عنديش مشكلة. أنا حلو آخد الدوري، مش حلو مش هاخد الدوري. والله العظيم أنا كزملكاوي عندي كده، وكل الزملكاويه كده. هي الفكرة إن أنت ساعات بتكون حلو تخش الدوري فبتقهر. عارف أنت لما بتشتغل على حاجة وفي الآخر يقول لك يا باشا لا مش من نصيبك، بطه مش بتاعتك يا مرزوق، عارف الشغل ده، بتاخد بطه، بتقاك انت بقى بقيه الموسم، ما انت خلاص، ما انت نحلت وفرمت، وفي الاخر ما بتخصمش منه 6 بونت وبياخد الدوري. ما هي كفته يا باشا، ايه كفته وشاورما ودلع. فبقى التركيه انا محتاج اخد حقي بس يا جماعه، ادوني حقي وبعد كده ايه زي ما قالها الجوهري، ادوا الزمالك حقه ودوروا على المركز الثاني. والله العظيم احنا باقل الامكانيات بسم الله ما شاء الله عندنا لعيبه رجاله، لعيبه بتفرم بصراحه، بتموت نفسها ومش واخده فلوس. الناحيه الثانيه مرضيه قوي وبيلعبوش، مش عارف تتكلم ازاي. المفروض تقولوا لعيبه عاله وتكملوا الباقي لعيبه. انا عاوز جمهور الاهلي، جمهور الاهلي مالك في ايه؟ اللعيبه رايحه في داهيه، اديها بوش كده يا باشا، ها اديها بوش وقعها. انت عندك لعيبه مش نافعه بصراحه. تركيا بقى خير، معلش لاخويا نطلع شويه بره الكوره، هتكلم في حاجه بما يرضي الله عشان الحاجه دي هتسال عليها يوم القيامه، عشان لو في 10 بيشوفوني فصوتي وصل ل10، فدي حاجه اتسال عليها. الموضوع الفترة اللي فاتت دي موضوع الانتحار والكلام ده يا جماعة ما ينفعش. مهما كانت ظروفك، مهما كان انت ايه، كلنا تعبانين، كلنا مرضى، كلنا طالع عين ابونا، كلنا مديونين، كلها رايحة في داهية. تمام. انا وانت، انا بطلع اتكلم شويه ارفه على نفسي، وانت بتتفرج وبتدي لايك ومش عارف ايه وبترفه على نفسك وبتصحى تاني يوم تكمل بقيه شغلك ويومك. اوعى تيأس، اوعى تنتحر، الانتحار ده كفر. انت كده انت ما بتملكش، يعني انت ما بتملكش نفسك. انت عملت ايه وانا عملت ايه عشان ابقى انا؟ مفيش. ربنا سبحانه وتعالى يعني هو اللي خلقني، فانا ما امتلكش نفسي عشان انا افرط فيها واروح انتحر. فيا جماعه الموضوع ده ما فيش اي حد يفتح لك فيه حته، اصل الضغوطات، اصل مش عارف ايه، اصل اتفرمت. كلنا طالع عين ابونا، كلنا مفرومين، مش هينفع اللي بيعمل كده او اللي بيفكر مجرد في كده يا جماعه غلط. ما اوعى دماغك توديك اصل انا مضغوط، اصل انا عليا، اصل انا اشمعنى. مفيش حاجه اسمها اشمعنى. والله العظيم انت بص كده هتلاقي ناس اسوأ منك، واللي اسوأ هتلاقي ناس اسوأ. هي دي الدنيا، هي بص يا صاحبي هي ما بترحمش. لو ربنا كاتب لك تموت هتموت،
في وقتك، ما فيش ممكن تقعد تسعى وتشتغل مش عارف على ايه وتموت، عمرك وقدرك. فانت لو هتموت موتة ربنا سبحانه وتعالى فالحمد لله رب العالمين، ربنا يحسن ختامنا كلنا جميعا. بنطلع بنهزر ونتكلم في الكوره عادي، احنا كلنا في الاخر ايه، اخوات. يعني انا اللي بنصحه ده اهلاوي او زملكاوي، احنا بنطلع ننكش في بعض عادي. فبرضه ايه التركيز، عايزك تفهمها معايا شويه. انا بقعد اهزر وبتاع وشمال ويمين، بس في الجد ما ينفعش. اهلاوي زملكاوي النصيحه دي ليك، ما ينفعش. انت اللي بتعمله غلط، هلاك في الدنيا وهلاك في الاخره. فانت كسبت ما كسبتش حاجه. انت لما تروح عند ربنا سبحانه وتعالى تقول له انا موتت نفسي، ليه موتت نفسك؟ عشان وعشان وعشان هو خلقك ليه؟ هو مش خلقك عشان خاطر يعذبك. ربنا خلقنا كلنا عشان نسعى في الارض، وعشان نتكاثر، وعشان 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 فمش خلقك عشان تموت نفسك. تمام؟ فنركز يا جماعه الفتره اللي جايه دي، ونبعد بعيد عن الفيديوهات وجع القلب والكلام ده والاكتئاب، وكلنا طالع عين ابونا، كلنا طالع عين ابونا بما يرضي الله. بس انا عايزك تركز في شغلك ويمشي في شغلك وربنا هيكرمك، وكلنا ربنا بيكرمنا وبيرزقنا من عنده سبحانه وتعالى يعني. ونصلي كده يا جماعه ونهدى كده واحده واحده، وسيبك من الافكار دي خالص. السلام عليكم.